السلام عليكم ومرحبا بكم. ما نساوش دايما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكامل البنات. اليوم ان شاء الله درت لكم كاب كيك صالي من مملحات الورشات اللي راني دايرتهم في قناتي. راني دايره انواع بزاف، ادخلوا رايحين تلقاو كامل لي فيديو. ودرت لكم تاني اسعار المملحات بالنسبه اللي يخدموا بالكوموند، راح تلقاو كامل التفاصيل بالنسبه للمبتدئين. يعني راني حاطه لي فيديو ادق التفاصيل هكا اللي جامي خدمت وحبت تتعلم وتبدا في مشروعها، رايح تلقى كل شيء في قناتي. ما عليكم غير ديروا دعموني وديروا لي جام لي فيديو هكا باش تطلع قناتي وتحفزوني ندير معكم فيديوهات جديده. وراح نخلي لكم رابط الانستغرام تاعي اللي حبت يعني تتواصل معايا وتعطيني يعني افكار واش حابيني نشارك معكم فيديوهات نتاع لي صالي. بلا ما نطول عليكم نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا به كل ما نحط فيديو راح يلحقكم الاشعار تاعو. نحتاج هنا اول حاجه 150 غرام من الفارينه، وكما قلت لكم راني نعطيكم في المقادير مضبوطه. يعني من احسن اللي حبت تبدا بمشروعها اول حاجه تشريها هي الميزان. يعني اللي حبت تتعلم وتخرج لها كل شيء كما راني يعني كما راني نخدم تبدا بالميزان، هو يعني من الاولويات اللي رايحه تخدم بهم. هكا كيلو 150 غرام نتاع الفارينه، رايحه نزيد معاها 10 غرامات خميره الحلوى هكا. يعني كما راكم تشوفوا راني كل شيء راني نوزنو بالميزان. يعني هنايا كانت عندي ساشي يعني مقسوم على زوج على هذيك كيلتها. وكما تعلموا بان خميره الحلوى الساشي فيها 10 غرامات هكا على هذيك كيل تاعنا. دوكا نروح نزيدو نضيفوا الملح. رايحه نضيف حوالي ملعقه صغيره من معمره نتاع الملح. وهنا رايحه نحط شويه زنجبيل وشويه زعتر. يعني مش رايحه نكتر بزاف، رايحه نحط حوالي نصف ملعقه صغيره نتاع زنجبيل. الزنجبيل يكون بودره، والزعتر انا كان عندي يعني تاني بودره. ممكن تستعملوه العادي، ممكن تستعملوا زعتر يعني نتاع البودر هكا. يعني اللي عندكم استعملوه. ومن بعد دركا نخلطوا هذوك النواشف مع بعضهم مليح. ونروحوا دركا نضيفوا البيض. انا هنا رايحه نحط 3 بيضات. هنايا حطوا يعني بالبيضه وخلطوا، ما تحطوهمش دفعه واحده، حطوا بالبيضه وخلطوا هكا حتى تكملوا 3 بيضات نتاعكم. وهكا بعد ما نكملوا البيض رايحه نبداو نضيفوا في السوائل اللي هي الزيت والحليب. نحتاجو هنايا شوفوا هذا هو القوام يعني اللي تحصلنا عليه. خلطوا، حاولوا انكم تخلطوا مليح هذاك البيض في الفرينه حتى تجانسوا لكم كامل هذوك المقادير. ومن بعد بداو ضيفوا باقي السوائل اللي هي رايحه نضيف 80 غرام نتاع الزيت. كما قلت لكم المقادير راهي مضبوطه، كل شيء يعني راهو موزون، يعني كل شيء نستعمل الميزان فيه هكا. ونخلطوا مليح هذاك الزيت في الفرينه. يعني اي حاجه نحطوها نحاولوا ان نخلطوها مليح ومن بعد نضيفوا باقي المقادير هكا. هنا راني كمل كيل تاني 80 غرام نتاع الحليب. هنا الحليب عادي ماهوش دافي، يعني استعملوه الحليب يكون عادي. نزيدوا نكملوا نخلطوا مليح هذاك الحليب. ومباشره هنا نضيفوا 100 غرام نتاع شيدر. انا استعملت هنايا شيدر وانتم استعملوا اي نوعيه عندكم. هنا رايحه نضيف 50 غرام نتاع باتي تاع الدجاج، ورايحه نضيف 40 غرام زيتون يكون مقطع كما شفتوا. يعني الباتي تاع الدجاج كنت قطعته الى قطع صغيره، والزيتون ثاني كنت قصيته الى قطع صغيره هكا. قلت لكم 50 غرام باتي دجاج و40 غرام نتاع زيتون اللي ما يحبوش يعني يقدر يستغنى عليه عادي. هنا مباشره بعد ما كملت خلطهم مليح نروح نجيبوا ليمون اللي راح نستعمل فيهم. هادو راهم يتباعوا، تحبوا يعني تشريو بالحبه ولا ممكن راهم يتباعوا بالباكيات، هذا يعني اختياركم هكا. مباشره هنايا نروح نجيبوا الخليط تاعي ونبدا نعمرو في ليمون كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. يعني تحبوا تستعملوا لابوش ولا تحبوا تستعملوا الملعقه. انا هنا استعملت لابوش، من بعد قلت من احسن ما نبقاش نعمر فيها واشاك فوا نحط ونزيد نعاود نحمرها. هيا قلت نعاود نحطها طول بالمغرف كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا ديروا كانكم كي رايحين بالكاس، رايحه نقول لكم ديروا كاس غربه. يعني خليو هذاك المول يعني ربع فيه، يعني ربع ما تحطوش هذاك هو ما يجي يتنفخ لكم. واذا حطيتوه يعني حبيتوه يتنفخ لكم بزاف لكم الاختيار. يعني كي تجيكم انا درت تحت درت يعني نص برك، ما درتش. كاين اللي درت لهم نص وكاين اللي درت لهم يعني ربع، يعني خليت ربع فقط من كميه هكا باه كي تتنفخ تجي سوا سوا.
لانه من بعد رايحه نحط لها الكريمه من فوقها، يعني ما نحتاجهاش تكون عاليه بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا كانت عمرت لي يعني الكميه قد ليمون بعد، يعني هذيك الكميه خرجت لي 12 حبه هكا من الكاب كيك. الفرن يكون سخن لي على 180 درجه، يعني كي تبداو تخدموا حطوه يسخن على 180 درجه، راح تدي لكم مده طياب 4 ساعات. دوك نحطهم يطيبوا ونرجع لكم. وهنا بعد ما طابوا لي عفوا كيما راكم تشوفوا يعني اللي خليتهم اللي كنت عمرتهم انا ما حبيتش نعمرهم بزاف لانه ما نحوسهمش يعني منفوخين بزاف هكا، لانه كي نحط لهم الكريمه من فوق هذاك هو يجيوني يسوسوا. وانتم لكم الاختيار وكيف تعرفوهم يعني باللي طابوا لكم. جيبوا كوردو ولا موس ولا دوك حطوه يعني حطوه في النص، واذا خرج لكم شايح راهم طابوا لكم هكا يجيوكم بزاف خفاف وبنان. هنا كنت طلعت 120 غرام نتاع كريم فريش هكا، زدت لها شويه ملح، ممكن تزيدوا لها شويه فرماج، ممكن يعني اللي تحبها تجيها بنينه ممكن تزيد لها شويه فرماج شويه امير، هذا راجع لكم. تزيدوا لها عصره قارص، يعني اللي تحبها في البنه تزيد لها الامير وعصره قارص هكا. هادو مرحبات تاعي بعد ما طابوا لي خليهم يحمروا لكم مليح كيما راكم تشوفوا. هذا هو اللون اللي تاخذوه لي، خليهم يحمروا لكم بهذا الشكل، يعني كي راح تعرفوهم بعد ما يطيبوا لكم من تحت راح يحمروا لكم في الجوانب وداك الحماره تطلع من فوقها، ثم عرفوهم باللي طابوا لكم. ومن بعد زيدوا شعلوا عليهم من فوق، ومن بعد دخلوا الموس ولا كوردون فيهم تلقاهم يعني طابوا لكم خلاص نحيوهم. وبالنسبه لليمون كيما قلت لكم كاين انواع بزاف من تاع لي كاب كيك، يعني استعملوه اي نوع. انا استعملت هادو وانتم خيروا واش تحبوا، يعني هادو اللي يجيو باهيين سيرتو اللي يخدموا بلي كوموند انا ننصحكم انكم تستعملوا هذا النوع. اذا مباشره هنا بعد نخليهم يبردوا ونزيد نعاود الكريمه اللي كنت طلعتها نعاود نخليها هي ثاني في الثلاجه تحكمني راحه شويه، يعني بعد ما طلعتها نحطها شويه في الثلاجه ومباشره نروح نحطها في لابوش ونبدا نباشي بها ندير كما راكم تشوفوا. هذه لابوش اللي استعملتها وهذه لادوي اللي استعملتها. شوفوا راهي نزينها يعني تزيين بسيط، حندير له رزاز هكا يعني تحبوا ديروهم صغار تحبوا تكبروهم هذا راجع ليكم، تحبوا تكبروهم خلاص. شوفوا درت لكم زوج ولكم الاختيار. هنايا بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا انا راني يعني نديكوري معكم حبات ونروح نكمل انا بعد الاخرين اللي بقاو لي. هنايا بالنسبه للتزيين اللي من فوق رايحه نزين بودر الخشخاش، تلقاوهم يتباعوا عند اللي يبيع الاعشاب، روحوا لتما تلقاوهم راح يكون كيما سانوج وهو صغير عليه هذا فقط. ولكم الاختيار دائما نقول لكم لكم الاختيار في طريقه التزيين كيفاه تكون. انا فقط نعطي لكم الافكار وانتم التزيين ديروا فيه كيما تحبوا، يعني ممكن تخدموهم هكاك فقط تحطوا لهم ريشه تاع معدنوس ورايحه يجيكم باهيه. راح نحط لكم ريشه تاع معدنوس وتشوفوها انها بريشه تاع معدنوس وحدها رايحه تجي باهيه. رايحه نحطها بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، يعني كيما تعرفوا انا اغلبيه المملحات تاعي راني نزينهم دائما بالمعدنوس، يعني انت تكون اللمسه خاصه بالمعدنوس، يعني تزيد مع اللون تاعها راح تعطيها يعني تزيين بزاف مليح. هذه هي. وممكن تحبوا يعني تزيدوهم بالنص تاع زيتون اخضر كيما راكم تشوفوا وتحطوا فيها المعدنوس وتزينوا. هذه هي طريقه التزيين الاخيره، اللمسه الاخيره يعني اللي نحطوها في الكاب كيك تاعي يجيكم بزاف خفاف وبنان. دوك نكمل نزينهم انا كامل ونرجع معكم في صحن التقديم. وهذا هما لي كاب كيك تاعي بعد ما كملتهم يعني درت لكم حاجه جديده. دائما ديروا لي كاب كيك يعني حلوين، درت لكم سالي كيما راكم تشوفوا كيما راكم تعرفوا بلي القناه تاعي راهي مختصه في المملحات بكامل انواعها. ادخلوا راح تلقاو دي فيديو خلاف يعني بزاف عن المملحات واسعار تاعهم اللي يخدموا بلي كوموند. كيما قلت لكم متى اللي حبت اي حاجه تتواصل معايا في الانستغرام راح نخليه لكم في صندوق الوصف وراح نخليه لكم في التعليق المثبت. هكا نتلاقاو في فيديو اخر ومع السلامه.